السلام عليكم المتتبعات، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في قناة كويزين اسماء. اليوم غنشارك معكم واحد الكيكه ديال الشوكولات بصوص شوكولا، كتجي خطيره لا في المذاق ولا في الشكل. جربوا هاد الكيك وردوا عليا الخبر، كتجي من داك الشيء الرفيع. ايوا نخليكم مع الطريقه ديال التحضير. في واحد الاناء ولا فول كندير 2 بيضات مع كاس الا ربع ديال سنيده وقبيصه ديال الملحه وصاشيه ديال الفاني. كنطرب داك البيض شويه، من بعد كنضيف نص كاس ديال الزيت، كنحرك مزيان وكندير كاس لاروب ديال الحليب يكون دافي، ما يكونش بارد، يكون دافي. من بعد غنبدا نضيف الدقيق. ضفت الكاس الاول كنحرك على شكل دفعات، وكنضيف الكاس الثاني، وكنضيف الكاكاو. درت انا معلقه ديال الكاكاو ديال العبار، وضفت ساشيه ديال الكاكاو، ساشيه ديال الكاكاو كما كتشوفوا. وكنضيف 2 خمارات حمرين. ايوا غنحرك هاد المكونات مزيان حتى كيغبر الدقيق. بالنسبه للمول راه دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نخوي الخليط ديال الكيك في المول وغندخلو الفران يكون بارد كيف العاده مده 45 دقيقه، درجه حراره 170. صافي دابا خرجتها من الفران كما كتشوفوا راه جات رطبه كي القطن. دابا غادي نروحو نوجدو الكريمه. بالنسبه للكريمه فيها 2 كيسان ديال الحليب مع معلقه عامره ديال الدقيق، ودرت واحد الساشيه ديال الكاكاو و2 معالق ديال السكر سنيده، وواحد المعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي نحرك هاد الشيء مزيان وغادي نوضعه فوق البوطه مع واحد القبيصه ديال الملحه لتعجيل الذوق، وكنديرو فوق البوطه تنبقى مع التحريك المستمر حتى كتختار لينا الكريمه. بالنسبه للكيكه راه خرجتها من الفران راه كتجي خفيفه كي القطن. دابا غندير هاد لاصوص في البوطه حتى تختار. جات على هاد الشكل هذا. ضفت ليها واحد 6 القطع ديال الشوكولا مع ياغورت ديال الشوكولا كما كتشوفوا. غادي نحرك مزيان. بالنسبه للكيكه راه خاصنا نبقاو نثقبوها مزيان بشي موس ولا اللي بغيتو، خاصنا نثقبوها مزيان باش يدخل فيها هاد لاصوص كما كتشوفوا. كنحركو مزيان باش كيذوب هذاك الشوكولات. صافي دابا غادي نبدا نخوي الكريمه فوق الكيك، وغادي نخليوها تشرب مزيان وندخلوها للثلاجه حتى كتبرد على خاطرها، وغادي نقدمها معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. راه كتجي شاربه ديك الصوص ديال الشوكولا، كتجي معلكه وخفيفه ولذيذه. جربوا هاد الكيكه راه كتجي رائعه بمذاق ولا اروع. جربوها وما تنساوش تشتركوا في القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله.